السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله مشاهدي قناة كركوك الفضائية، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج بصراحة معي أنا عمار الصالحي. الأحداث الإقليمية تتسارع وتتطور لحظة بعد أخرى، والمشهد الإقليمي ينعكس على المشهد الدولي، وبالتالي العراق ليس بمعزل عن هذا الصراع الإقليمي، والعراق يدخل في دائرة الصراع. هناك موقف للحكومة العراقية، موقف رسمي مع التهدئة والحل الدبلوماسي لهذا الصراع، وهناك مواقف أخرى غير رسمية مع المقاومة. كل هذه المحاور وهذه الطروحات سوف نناقشها في هذه الحلقة مع ضيفي في الاستوديو السيد هيثم السبتي السياسي العربي. حياك الله واهلا وسهلا بك. عمار اهلا. ايضا ينضم الينا عبر السكايب السيد رياض الوحالي الباحث في الشأن السياسي من بغداد. حياك الله سيد رياض واهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا وتحيه طيبه لكم. خليني ابدي وياك سيد رياض، لحظة بلحظة نشوف هناك تطورات في المشهد الإقليمي، تسارع للأحداث، مرات حتى مدى نلحق مع التواصل والتطورات والأحداث، وهناك أحداث مفاجئة. لكن خلينا احنا نحكي على العراق ليس بمعزل عن هذا الصراع، وهناك موقف رسمي للحكومة العراقية اللي هو تتبنى الدبلوماسية والحوار لإخماد هذه النيران، وأيضا هناك مواقف غير رسمية تحسب على العراق في الحين والآخر فيما يخص بعض الأطراف مع التصعيد. شلون تشوف المشهد اليوم؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. تحية طيبة لكم وإلى الضيف الكريم وإلى مشاهدي قناتكم الكرام. يعني بالتأكيد العراق في دائرة هذا الصراع، باعتبار الصراع ولا يشمل دولة بعينها، أي العراق موقع الاستراتيجي المهم بالمنطقة. بالتأكيد أي تطور يعني سلبي أو أزمة لا شك أنها سوف تنعكس سلبا أو بالإيجاب على الوضع بالعراق. بالتأكيد هذا هنالك تطورات الآن، يعني منذ سنة ولغاية الآن هنالك حرب في غزة، وهذه الحرب لها تداعياتها. يعني أعتقد حكومة نتنياهو ويعني طاقمه الوزاري المتطرف ربما أدى إلى تدهور الوضع في المنطقة بهذا الشكل. لا شك هذا المحور وهذا الحكومة والطاقم الحكومي الصهيوني المتطرف هو من افتعل أزمة، يعني خاصة في غزة، وهذه الأزمة في غزة تطورت إلى عملية إبادة حقيقية بحق الشعب الفلسطيني، خاصة الساكنين في غزة. شهدنا أنه هنالك وصل عدد الشهداء في غزة إلى 41,000 شهيد، بالإضافة إلى 100,000 تقريبا جرحى، بالإضافة إلى تدمير الأبنية السكنية والعمارات السكنية وتدمير المستشفيات وغيرها. بالتالي هو ما يقوم به الكيان الصهيوني نستطيع أن نقول هو حرب إبادة بمعنى الكلمة. كان هنالك انتفاضة حقيقية، وكان هنالك موقف من فصائل المقاومة الفلسطينية ضد السياسات العنجهية المتغطرسة لهذا العدو الصهيوني. العراق طبعا بالتأكيد هو مساند لأشقاء الفلسطينيين، والآن يعني تفاقمت الأزمة، أو نتنياهو افتعل أزمة في مع الشمال، يعني أقصد مع لبنان، مع حزب الله ومع الشمال. بالتأكيد هذه أيضا لها انعكاسات. أيضا تطورت العملية إلى يعني ما قام به الكيان الصهيوني من استهداف قيادات مهمة في حزب الله، وآخرها استشهاد الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله. بالتأكيد هذه تطورات تنعكس يعني على المنطقة وبالتالي على الوضع بالعراق. لا شك أنه رمزية وجهادية سماحة السيد حسن نصر الله لها، شهيد حسن نصر الله لها يعني لها وقع كبير في نفوس المقاومين، خاصة فصائل المقاومة العراقية. ولذلك كان هنالك موقف من قبل فصائل المقاومة العراقية بمساندة أخوتهم في لبنان وفي فلسطين، وكانت هنالك أيضا ضربات يعني قامت بها فصائل المقاومة الفلسطينية سواء بطائرات مسيرة أو نعم صواريخ. سيد رياض، يعني سوف نتطرق إلى هاي الحيثية
حيثيه يعني ردود الافعال، لكن خليني اخذ راي استاذ هيثم. هناك عنجهيه من الكيان الصهيوني، حرب اباده جماعيه من قبل الكيان الصهيوني لمحاوله لتغيير خارطه الشرق الاوسط، والعراق ليس بمعزل. موقف العراق، هل العراق الافضل له ان يكون لردع هذه العنجهيه، ام الحل الدبلوماسي افضل للعراق والحكمه لكي يكون بمنأى عن هذا الصراع، ام ان العراق دخل للصراع اذا كان موقفه دبلوماسي او مع التصعيد؟ اهلا استاذ عمار، واهلا بضيفك الكريم وبمشاهدين قناه كركوك الفضائيه. طبعا اليوم اسرائيل لديها نظريه استراتيجيه بعيده المدى بانها تؤمن بنظريه دوله اسرائيل الكبرى، ولا تعترف بالاراء الدبلوماسيه والاراء الموجوده في الدول كما في سوريا واليمن ولبنان والعراق. لديها فكره ولديها رؤيه استراتيجيه شلون نقول ماشيه عليها، فهذه الرؤيه وهذه الاستراتيجيه لن تتوقف معها لا دبلوماسيه ولا اي اراء اخرى. طبعا اليوم اسرائيل لن تتوقف بحد في لبنان ولا تتوقف في سوريا، حسب بيانها وحسب بيان جيشها بأنها ستستمر وتتمدد حتى العراق، وجزء من هذه الصراع وجزء من هذا الحرب القائمة التي أعلنتها إسرائيل، وأنها لن تتوقف حتى أن يكون هنالك دولة إسرائيلية كبرى شاملة في المنطقة. وبالتأكيد الفصائل المقاومة كان لها رد، وكان لها رد هجومي للثأر من قادتها الذين قتلوا نتيجة لغارات إسرائيلية في قائد المقاومة الإسلامية في لبنان شهيد حسن نصر الله. واليوم هنالك أنباء عن فقدان الاتصال بقائدهم الجديد هاشم صفي الدين، وهذه كلها تطورات كبيرة تنعكس سلبا على الواقع العراقي، لأن الواقع العراقي مرتبط بالواقع السوري واللبناني واليمني في محور ما يسمى المقاومة. هذا المحور مرتبط جزئيا وكليا في قراره وفي اتخاذ خطواته الدبلوماسية أو خطواته العسكرية. اليوم هذه المحور وهذه الفصائل اتخذت محور الدفاع عن نفسها أو محور الثأر من قادتها الذين قتلوا على يد الكيان الصهيوني. نعم، هذه سوف نكمل هذه الحيثية. سيد رياض، بشكل عام هل من مصلحة الحكومة العراقية الدخول في هذا الصراع، خاصة وأن استراتيجية السيد السوداني هي استراتيجية الحياد الإيجابي نوعا ما، لكي يكون العراق بمنأى أو بمعزل عن سياسة المحاور؟ يعني أعتقد هنالك فرق، يعني أنت ما ذكرته هو ليس في الحياد، يعني موقف الحكومة العراقية أعلنته واضحا وصريحا، هو مساند للقضية الفلسطينية، مساند للحق الفلسطيني، مساند لجميع حقوق الفلسطينيين، لا شك في ذلك. لكن الطرق تختلف سيد رياض. ولكن أيضا كان هنالك موقف من قبل الحكومة العراقية تجاه أخوتهم، يعني الأشقاء اللبنانيين، لا شك في ذلك. كانت هنالك مساعدات جوية وبرية، هي كانت في دعم الأخوة، خاصة هنالك مهجرين يعني من الجنوب، وأيضا تم استقبال العديد من العوائل في العراق، وكان هنالك موقف إيجابي دبلوماسي وسياسي. هذا واقعا أن هنالك دعم حقيقي للأشقاء الفلسطينيين من قبل الحكومة والأشقاء أيضا في لبنان. لذلك لا نستطيع أن نقول هو حياد بقدر ما هو مساندة حقيقية للأشقاء في لبنان وفي فلسطين، ولكن نقول آلية المساندة هي يعني ربما الحكومة تؤمن بأن يجب حل هذه القضية وفق المعايير أو وفق المحددات الدبلوماسية، وبالتالي مع هذا الحل يعني يجب أن باعتبار أنه الحكومة تقول بأن أي تصعيد سوف ينعكس سلبا على المنطقة جميعا، يعني ليس فقط على العراق وإنما حتى على دول الخليج، على العراق، على بقية الدول الأخرى، سوريا، الأردن، كل هذه الدول سوف تتعرض في حال توسعت دائرة الحرب، وبالتالي لن يكون أحد بمنع عن هذه الحرب. لذلك أعتقد هنالك كان جهد دبلوماسي من قبل الحكومة في يعني طلبت الحكومة العراقية بانعقاد الجامعة العربية لبحث هذه المسألة الخطيرة، وبالتالي يجب أن يكون هناك موقف عربي موحد لمطالبة الأمم المتحدة ومطالبة الجهات الأوروبية وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية بالضغط على
الكيان الصهيوني من أجل وقف هذه الحرب التي نلاحظ هي بعملية أخرى، وأنا أسلفت وذكرت بأنها هي عملية إبادة للمدنيين، بقدر لم يستطع الكيان الصهيوني مواجهة الفصائل بشكل عسكري أو ما يحترم يعني أصول الحروب، مثلا أن يكون هنالك صراع عسكريين بمعزل عن المدنيين، ولكن لاحظنا أن الكيان الصهيوني يتعمد قتل المدنيين سواء في لبنان أو في فلسطين أو خاصة في الضفة الغربية أو في غزة. لذلك يعني أعتقد من هذا المسؤولية ومن واقع المسؤولية الحكومة العراقية دعت إلى أن يكون هنالك حوار دبلوماسي إلى حل دبلوماسي، ولكن هذا لا يعني أنه الفصائل العراقية لن تكون بمعزل عن هذا الصراع، باعتبار أن الفصائل هو هنا الحيثية سيد رياض. خلي على هاي الحيثية جاوب عليها سيد هيثم السبتي، مع الدبلوماسية ومع التهدئة اللي تدعو لها الحكومة العراقية، لكن هناك الفصائل العراقية، فصائل المقاومة، ردود الأفعال من بعض الأطراف في العراق تسبب حرج لموقف الحكومة العراقية بخصوص هذا الشأن أستاذ هيثم. نعم أستاذ عمار، اليوم الموقف العراقي الدبلوماسي يختلف عن رأي المقاومة الإسلامية في العراق. اليوم الرأي الدبلوماسي العراقي دعا سيد رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني، سيد رئيس بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية إلى التهدئة في المنطقة وإلى عدم جر المنطقة إلى حروبات وإلى صراعات قد تؤدي إلى تهالك الاقتصاد وانهياره في المنطقة وخصوصا النفط. وهذا التداعيات التي دعا إليها السيد رئيس الوزراء بأنها تداعيات للتهدئة وإلى ضبط النفس وإلى لملمة الأمور وعدم الانجراء إلى الصراعات وإلى الحروب المباشرة التي من خلالها تتدهور حالة الشعوب وينهار الاقتصاد وينهار البلد في هذه الشعوب. فأعتقد أن دعوة السيد الرئيس السوداني دعوة عقلانية ودعوة رجل دولة بهذا يخص بهذا الموضوع. أما دعوة الفصائل فالفصائل أعلنت موقفها بشكل علني وصريح بأنها ستواجه الكيان الصهيوني وتقاومه وتستهدف مصالحه في العراق وتستهدف مصالحه في لبنان أو في غزة أو في إسرائيل من خلال القصف المباشر أو من خلال البيانات التي يعدها فصائل المقاومة باستنكار أو من خلال القصف الموجود أو من خلال الطرق الأخرى التي تعتبر برد اعتبار على الكيان الصهيوني الذي يستخدم وحشية القصف على المدنيين أو على قادة فصائل المقاومة، مما يؤدي ذلك إلى أنه يجب أن يرد الفصائل المقاومة رد اعتبار ولو اعتباري. أما شكل الحكومة العراقية اليوم شكلها شكل دبلوماسي وشكل احتوائي للأزمة، وهذا يعطي بارقة أمل للشعب العراقي والثقة بأن الدولة العراقية يجب أن يكون لها رأي في هذه الصراعات وفي هذه المنطقة، وأن العراق بلد دبلوماسي يملك قرار ويملك رأي. فأنا أشجع وأحيي قرار دولة رئيس الوزراء إلى وقف هذه الحرب وإلى التهدئة في المنطقة وعدم الانجرار إلى صراعات تؤدي بنا إلى انهيار الاقتصاد كما ذكرنا وإلى الأمور الأخرى. واليوم المقاومة أعلنت بأنها ستكون بديلة قيادات المقاومة بديلة للقيادات التي قصفت في لبنان. وجود السيد شيخ الأمين قيس الخزعلي في طهران في خطبة الإمام الخميني يدل على أنه إن قتل السيد علي خامنئي، إن قتل السيد حسن نصر الله فنحن موجودون. المقاومة في العراق ستكون محور من هذا، جزء من المحور المقاومة الموجود في الشرق الأوسط وحتى في العراق، وأن العراق جزءا من هذه الصراعات للدفاع عن حق الشعوب وحق هذه البلدان ضد الكيان الصهيوني. نعم سيد رياض، هذه المؤشرات تدل على أنه العراق ممكن راح ينجر بطريقة أو بأخرى إلى دائرة الصراع اللي الحكومة تحاول أن ما ينجر العراق إلى هذه دائرة الصراع، وبالتالي أن يكون العراق بمنأى أو بمعزل عن دائرة الصراع الإقليمي، أو على أقل تقدير تخفيف الأضرار. نعم، العراق لن يكون بمنأى عن هذا الصراع، لنكون صريحين، يعني سواء اشتركت الفصائل المقاومة أو لم تشترك هنالك استهداف حقيقي. العراق مستهدف من قبل الكيان الصهيوني، هنالك مخطط وهناك استراتيجية اتبعها، واعتقد ضيفك ذكر موضوع إسرائيل الكبرى. نعم، ضمن الاستراتيجية الصهيونية
هي لا تعترف بالسلام ولا تعترف بمبدأ الضعف للدول الأخرى. هي أي ضعف وينعكس واقعا تستغله من قبل الكيان الصهيوني، وبالتالي هي تريد توسعة ما يسمى بإسرائيل الكبرى. إذا نحن إسرائيل الكبرى هي من النيل إلى الفرات، بمعنى أن العراق جزء من هذا المشروع الصهيوني، يعني سواء يعني كان مسالما أو لم يشترك هو مستهدف. هنالك ما يسمى بالشرق الأوسط الجديد، والشرق الأوسط الجديد في حسابات الاستراتيجية الأمريكية عذرا المقاطعة والصهيونية. سيد رياض، لكن جنابك ذكرت مشروع الشرق الأوسط الجديد، وهو مشروع يعني ليس بجديد، هو اسم مذكور ومشروع استراتيجي من قبل سنوات طوال، لكن دولة مثل الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني وكثير من الدول المساندة لمشروع الشرق الأوسط الجديد، هل باستطاعة المقاومة أو الأطراف الأخرى إيقاف هذا المشروع؟ بالتأكيد أنا أردت أن أعرج على هذا الموضوع. بالتأكيد نعم. الشرق الأوسط الجديد وما يسمى بالتطبيع وما يسمى بطريق التنمية الصهيوني، هذا بالتالي هو يريد احتكار الثروات الطبيعية في هذه الدول، ويقوم هو الكيان الصهيوني بتصديرها. يعني هو يصبح يعني هو البوابة من الشرق إلى الغرب، وبالتالي تصبح هذه الدول كأنه هي عبيد لدى الكيان الصهيوني. هي لن يكون هنالك أسياد في هذا، فقط السيادة سوف تكون للكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية بما يسمى بالهيمنة الصهيونية الأمريكية بالمنطقة. لذلك أعتقد محور المقاومة وطوفان الأقصى أفشل هذا المشروع تقريبا، أفشل بسبب أنه هنالك كانت تداعيات، وهذه التداعيات وهذا المحور الجديد غير حتى موضوع الهيمنة الأمريكية، وأفشل نوعا ما التطبيع. لا نقول أفشله بالكامل، ولكن هنالك الآن لم نسمع الآن دول خليجية تنادي علنا بالتطبيع في الوقت الحاضر، خاصة هنالك أزمة. أعتقد المشروع يعني ربما نستطيع أن نقول أجهض بضربات المقاومة وبمعادلة جديدة. هذه المعادلة تمثلت بأن يعني أقصد أنصار الله في اليمن استطاعوا الهيمنة تقريبا على البحر الأحمر، استطاعوا الهيمنة على البحر العرب وعلى مضيق باب المندب، واعتقد هذه ممرات مهمه للطاقه وللهيمنه الامريكيه بالمنطقه. لا شك هنالك تغير، هذا التغير انعكس واقعا وسوف ينعكس سلبا على الكيان الصهيوني وسلبا على الولايات المتحده الامريكيه. لذلك تحاول الولايات المتحده الامريكيه دعم هذا الكيان الصهيوني من اجل التشبث واعاده الوضع ما يسمى او رسم خارطه الشرق الاوسط الجديد، ولكن لن تنعاد بفضل تماسك وحدة المقاومة، تماسك المحور المقاومة تجاه يعني مواجهة الأهداف الصهيونية الأمريكية بالمنطقة. لا شك هنالك ذكرت ضربات موجعة من قبل الفصائل المقاومة العراقية. نعم، على الطرف الآخر سيد رياض، على الطرف الآخر هناك من يقول بأن هذا ردود الأفعال وهذه المقاومة هي ما أجهضت المشروع، وإنما أعطت ذريعة لهجمات متكررة للكيان الصهيوني، وبالتالي الإسراع من عملية وصولها إلى الهدف، ويعطي بعض الدلائل الأطراف الأخرى بنجاحها باستشهاد حسن نصر الله وقيادات أخرى. بالتالي هي نجحت في هذا الأمر وكانت ذريعة لمشروع الشرق الأوسط الجديد. خلي بس أخذ الإجابة من أستاذ هيثم، أرجع لك أستاذ رياض. نعم أستاذ عمار، اليوم التداعيات الموجودة في الشرق الأوسط هي تداعيات موجودة وواقعية وملامسة للواقع، وهذه المحاور الموجودة في اليمن وفي العراق وفي سوريا وفي لبنان، الفصائل المقاومة أعطت ذريعة وحقية للكيان الصهيوني أمام المجتمع الدولي بأن يمارس خططه وأن يمارس أهدافه واستراتيجية التي أعطاها وانطلق فيها الشرق الأوسط الجديد، أو ما يسمى بخارطة إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات الأوسط في العراق. فهذه دليل واضح على أنه الكيان الصهيوني أخذ ذريعة وأخذ حقية أمام المجتمع الدولي بأن هذه الفصائل تشكل خطرا على الكيان الصهيوني وتشكل خطرا على
أرواح اليهود في هذه المنطقة. فبالتأكيد هذه ليست غائبة عن المشهد السياسي أو المشهد العربي، بأنه إسرائيل ليس لديها أي ذريعة موجودة في الشرق الأوسط. ولكن اليوم بغض النظر عن الذريعة الموجودة أو بغض النظر عن التداعيات الموجودة في إسرائيل، مصرة ومدعومة من أمريكا بأن تمضي بمشروعها وتمضي باستراتيجية التي انطلقت بها. ولكن فصائل المقاومة اليوم أحرجت هذه الاستراتيجية، وتقريبا مثل ما يقال تعطلت هذه المصالح أو هذه الاستراتيجية نوعا ما في غزة أو اليوم في لبنان في الضاحية. ولكن بالتأكيد اليوم المواطن العراقي خصوصا سيلامس هذا التأثير. من خلال اليوم لاحظنا زيادة بسيطة في سعر الدولار من خلال قصفات بسيطة على المحيط في العراق، في لبنان أو في سوريا أو في غزة. لاحظنا اليوم تلامس وزيادة في سعر الدولار الأمريكي وغلاء في بعض الأسعار. هذا ما يدل على مؤشرات خطيرة ستلاحق الشعب العراقي إن استمر الصراع وإن استمرت هذه الحروب حول العراق، أو إن دخلت في العراق ستكون هنالك تداعيات اقتصادية كبيرة وحساسة وتعطيل لحياة المواطنين. فنحن كمواطنين عراقيين نتمنى أن يبعد العراق عن الصراعات الإقليمية وأن يكون له قرار دولي دبلوماسي حقيقي سيادي، ويبعد نفسه عن أي زعزعة إقليمية ودولية. وأنا أؤيد وأشجع فكرة ورؤية السيد محمد الشيع السوداني بالتهدئة في المنطقة وفي العراق خصوصا، لأن المنطقة لا تحتمي إلى حروب وصراعات أخرى. نعم سيد رياض، من يضبط إيقاع المقاومة في العراق؟ بالتالي هناك الأطراف التي ترد على هجمات الكيان الصهيوني، بالتالي قد تكون تحرج الحكومة العراقية لها موقف مغاير. هل ستكون الحكومة مع الأطراف في الفصائل المقاومة لها موقف موحد للخروج بنتيجة موحدة، أم أن مرجعية الفصائل تختلف عن مرجعية الحكومة أو عن قرار الحكومة؟ يعني بالنسبة لنا فقط أريد أعرج على نقطة مهمة، وهي أنه المشروع الصهيوني هو أجهض، يعني لا نستطيع أن نقول هو نجاح. يعني أنه قتل القادة أو استشهاد القادة لا يعني أنه المشروع المقاومة فشل. لا شك أنه هنالك مقاومة حقيقية راسخة من عقيدة كبيرة لدى المقاتلين في حزب الله وبقية فصائل المقاومة العراقية، وبالتالي استشهاد القادة لا يعني أن المشروع فشل، وبالتالي لا يعني أنه الكيان الصهيوني حقق أهدافه، لا بالتأكيد لا. الآن هنالك ما يصوره في الإعلام الصهيوني بأنه حقق انتصارات، هو مجرد هي ادعاءات جوفاء هي للداخل الصهيوني وأيضا للخارج، بأن الكيان الصهيوني لا زال بقوته ولا زال متماسك ولا زال، ولكن هو بالحقيقة يعني أعتقد كيان من ورق نتيجة الضربات الموجعة التي يحاول التعتيم عليها. كانت هنالك ضربات موجعة من فصائل المقاومة العراقية، من حزب الله، من اليمن، وحتى من الجمهورية الإسلامية بعملية الوعد الصادق 2 التي استطاعت الجمهورية الإسلامية ضرب الكيان الصهيوني ب 200 صاروخ باليستي فرس صوتي، وحققت أهدافها بنسبة 90%. إذن الكيان الصهيوني بدأ يعني يتضعضع وبدأ يتأرجح، ولكن ما يصوره بالإعلام بأنه يعني استطاع الوصول للمقاومة واستطاع ضرب القيادات واستطاع القضاء على 60% من يعني كوادر وحزب الله، ولكن هذا في الحقيقة لم يستطع. والدليل أنه فشل في تجاوز كيلومتر واحد في بالحدود البرية داخل لبنان، واستطاعت الفصائل أو استطاع حزب الله تكبيد العدو الصهيوني خسائر بجنوده وبآلياته، وبالتالي لم يستطع. أستاذ رياض، على الجانب الاقتصادي والجانب المعيشي للمواطنين كما ذكر السيد هيثم السبتي، ما احنا اليوم بس الدولار شوية صعد بسبب هاي الأزمات، شفنا انعكاسها على الشارع العراقي. قد نستقبل احنا آلاف النازحين من لبنان، أيضا تأثر على المواطن العراقي، بالتالي انعكاسات وتداعيات هذه الحروب وهذا الصراع ينعكس سلبا على المجتمع العراقي. فبالتالي تحاول الحكومة باعتبارها هي الراعية للشعب العراقي أن ما تزج العراق في هذه الأمور.
هنالك ضغوطات تمارس من قبل الحكومة الأمريكية على الحكومة العراقية بموضوع الدولار، بموضوع عقوبات على البنوك الأهلية، بموضوع التحويلات المالية إلى البنك المركزي، لأن هذه أعتقد نوع من الضغوطات التي تمارسها الإدارة الأمريكية اتجاه العراق. لا شك أنه ودائع النفط أو يعني واردات النفط تذهب أو الدولار يذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية ثم يأتي تحاول تأخير بعض يعني الدفعات المالية إلى العراق. هذا قد تكون أحد الضغوط التي تمارس من قبل الإدارة الأمريكية تجاه الحكومة العراقية، ولكن هذا لا يعني أن الحكومة العراقية سوف تنساق أو يعني ربما تنساق للمشروع الأمريكي. لا، بالعكس، الحكومة العراقية هي داعمة للأخوة في فلسطين، داعمة للأخوة في لبنان. أعتقد الفصائل العراقية لها طبعا مشروعها، ولكن هي لا يمكن أن تخالف الحكومه في توجهها. يعني اعتقد مثلا الهدنه التي يعني اتخذتها فصائل المقاومه ضد القواعد الامريكيه، يعني حتى يعني يكون هنالك مجال او فسحه للحكومه العراقيه للتفاوض مع الجانب الامريكي من اجل جدوله خروج تلك القوات. واعتقد نجحت الحكومه نوعا ما في موضوع جدوله خروج تلك القواعد الامريكيه من العراق. اذا هنالك تنسيق، ولكن نستطيع ان نقول ايضا هنالك قرار نوعا ما منفصل عن الحكومه. الفصائل العراقيه تدرك ان هذا الكيان الصهيوني لا يمكن ان يردع الا بالقوه، وبالتالي هو يريد الاستفراد باخوتنا في حماس او يريد يستفرد بحزب الله بمعزل عن محور المقاومه. اعتقد هذا ليس فيه صحيح. يجب ان يكون هنالك دعم لمحور المقاومه لاخوتهم في لبنان او في سوريا من اجل ايقاف الحرب. بالتاكيد اذا كانت هنالك ضربات وجع على هذا الكيان الصهيوني بالتاكيد سوف يكون لها تاثيرات سلبيه. نعم. على سيد رياض، خليني اشوف راي سيد هيثم بخصوص هاي الحثيه اللي ذكرتها، بانه كل ما احنا نرد بشكل اقوى من قبل الاطراف في العراق او الفصائل بالعراق ضد الكيان الصهيوني ونأثر به اكثر، نوجعه بالضربات اكثر، بالتالي راح نردعه. هل هاي المنطق صحيح ام انه راح تكون ردود افعال اكثر، بالتالي ينجر العراق ونشهد ضربات في بعض المحافظات العراقيه او ضمن اهداف العراقيه؟ خاصه احنا شفنا لائحه اصدرت ضد شخصيات عراقيه فيما يخص الاغتيال، او حتى في 35 موقع مستهدف من قبل الكيان الصهيوني في العراق. بالتاكيد استاذ عمار، اليوم النظريه الاسرائيليه من أي بلد أقصف أو أي بلد أتعرض إلى تهديد أو خطر سأرد هذا التهديد وسأرد هذا الخطر بالقصف. يقول لك أنا اليوم مسيطر على الأجواء العالمية في الشرق الأوسط، وأني قوتي في سلاح الجو، وأني اللي يتهدد مصالحي ويهدد وجودي أو يعترضني أنا سأرد عليه بالقصف. هذه نظرية موجودة اليوم اتخذتها الكيان الصهيوني، اتخذ هذه النظرية، وبالتأكيد أي بلد يعرض هذه المصالح الإسرائيلية سيقصف. اليوم محور المقاومة يعلن بشكل صريح أنه سيستهدف المصالح الإسرائيلية، وهدد إذا استمر القصف على العراق بتعطيل وقصف المنشآت الحيوية النفطية في العراق أو في الخليج. في بيان صحفي للمقاومة الإسلامية قبل 3 أيام أو يومين بأن يستهدف ويعطل 12 مليون برميل يوميا، وهذه تهديدات صريحة وعلنية من فصائل المقاومة تجاه الكيان الصهيوني. وبالتأكيد اليوم الكيان الصهيوني إن حس بهذا الخطر أو حس بهذه البيانات الصحفية أو الاستنكارات أو القصفات والرشقات الصاروخية، بالتأكيد هو يقول لك أنا مسيطر على الجو، وأنا أقدر أضربك وأقدر أقصفك بأي وقت وبأي دقيقة أريد. فاليوم الموجود اليوم بالساحة بالعراق، خصوصا العراق اليوم يتأثر بأزمات كبيرة، خصوصا بسعر الدولار، والاقتصاد اليوم بيد الامريكان، والامريكان حليف استراتيجي وذريع وقوي للكيان الصهيوني. بالتاكيد هذه الضربات ستكون على مردودها سلبي على الشعب العراقي من خلال زياده صرف الدولار، او من خلال قصف على مقرات المقاومه او مقرات الشعب العراقي او القيادات اللي يستهدفها الكيان الصهيوني. فاحنا اليوم يجب ان يكون العراق ذات سياده وذات قرار حقيقي وقرار دولة. يجب من دولة رئيس الوزراء أحمد الشاعر السوداني وأن يتحكم العقل وأن يضبط ويتعامل مع الفصائل بأن يتجنب هذا الصراع وهذه
هذه الصراعات الإقليمية اليوم الموجودة، وأن يتحكمون إلى منطقة العقل، وأن يكون العراق موقف ذات سيادة وذات ريادة وذات قرار حقيقي وقوي. اليوم الكيان الصهيوني ان تجاوز على ارضنا وتجاوز على سيادتنا، في التاكيد العراق لن يقبل هذه التصرفات وهذه التجاوزات على ارض العراق، وبالتاكيد سيكون هناك رد من العراق من حكومه وشعب العراق. لكن احنا اليوم يجب على تحكيم العقل وتحكيم المنطق اتجاه الشرق الاوسط. اليوم يمر بازمه كبيره، حرب شامله قادمه لا محال، واليوم هنالك سيكون رد إسرائيلي مرتقب على إيران من خلال قصفات إيران التي الرشقات الصاروخية 200 صاروخ التي استهدفت لإيران، وهنالك تجهيز وردع إسرائيلي سيكون باتجاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لأنها كما أشارت إيران كما أشار الكيان الصهيوني بأنها انتهكت سيادة الكيان الصهيوني، وهنالك رد إسرائيلي مرتقب على الجمهورية الإسلامية في إيران. وبالتأكيد العراق سيتأثر بهذه التداعيات وهذه المنعطفات الخطيرة في الشرق الأوسط. خليني أخذ مشهد مستقبلي منك سيد رياض. احنا وين رايحين اليوم؟ الشعب العراقي يداور في باله قد نكون احنا لبنان ثانية، غزة ثانية، المشهد يتطور يتسارع، ممكن احنا نتحول إلى لبنان أخرى إذا بقت طائرات مسيرة أو صواريخ تطلق من العراق. احنا وين رايحين بالمشاهد المستقبلية؟ أم راح تكون هناك هدنة وتنجح الجهود الدبلوماسية في التقليل أو احتواء هذه الحرب؟ نعم، أنا في البداية يعني قد أختلف مع ضيفك الكريم يعني بموضوع أنه الرد الصهيوني على إيران أو على العراق. يعني أعتقد وفق المعطيات ووفق ما يعني تداول أيضا من قبل الخبراء الاستراتيجيين، أعتقد الضربة إذا كان هنالك رد على العراق أو على الجمهورية الإسلامية إلا إذا كان هنالك ضوء أخضر أمريكي للكيان الصهيوني. لا يمكن الكيان الصهيوني أن يقدم على ضرب العراق أو ضرب إيران ما لم يأخذ الضوء الأخضر من الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك أعتقد وفق المعطيات ما الذي يمنع أمريكا من إعطائها الضوء الأخضر سيد رياض؟ أنا سأقول لك وأنا سأثبت لك أنه الولايات المتحدة الأمريكية الآن يعني تدرس كل الخيارات. لا شك هنالك يعني هذا الوقت حساس جدا لدى الولايات المتحدة الأمريكية. الآن الولايات المتحدة الأمريكية مقبلة على انتخابات محتدمة الصراع لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية بين كاميلا هاريس وبين ترامب، يعني بعد شهر ونصف لنكون صريحين. يعني هنالك الآن انقسامات حادة داخل الولايات المتحدة الأمريكية، يعني قد تهدد حتى يعني مستقبل الولايات المتحدة. هذا الانقسام يعني هنالك تصريحات من قبل ترامب وحتى من قبل الديمقراطيين ضد الجمهوريين. لذلك نقول أيضا هنالك المعطيات وتصريحات فصائل المقاومة العراقية وتصريحات الحرس الثوري الإيراني وتصريحات المسؤولين الإيرانيين، وأيضا نستطيع أن نقول أيضا تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية. الآن نحن مقبلين على فصل شتاء وبرميل النفط بدأ يصعد بشكل جنوني. يعني إذا استمرت الحرب معناها تصاعد، سوف يرتفع السعر البرميل بشكل لا يصدق، وسوف تكون يعني أزمة اقتصادية كبيرة داخل الولايات المتحدة الأمريكية وداخل أوروبا. لذلك أي ضربة من قبل الكيان الصهيوني سواء إلى العراق أو إلى الجمهورية الإسلامية كانت تصريحات الفصائل واضحة بأن القواعد الأمريكية ليس فقط في العراق وإنما حتى في الخليج سوف تكون أهداف واضحة، وأنها في متناول فصائل المقاومة العراقية. وقالت فصائل المقاومة أنها تملك الصواريخ لضرب كل المقرات الموجودة سواء في قطر، في البحرين، في الإمارات. نتائج هاي الامور سيد رياض وانعكاسها على الواقع العراقي وين راح تودينا؟ يعني لو تنطيني انت مشهد مستقبلي، احنا رايحين للتصعيد لو رايحين للاحتواء والهدنه؟ انا اتوقع هذه قد تكون بدايه احتواء الازمه، بمعنى انه هنالك ردع للكيان الصهيوني، بمعنى اي تهديد للجمهوريه الاسلاميه يعني يهدد الجمهوريه الاسلاميه او يهدد الفصائل العراقيه او ضرب منشات داخل العراق ستكون لها انعكاسات على محور الطاقه وعلى المصالح الاستراتيجيه للولايات المتحده الامريكيه بالمنطقه. وانا اشرت انه المنطقه الان وضع الولايات المتحده حساس جدا في ضوء الصراع بين الديمقراطيين والجمهوريين، وفي ضوء ايضا هنالك استغلال للازمه من دول اخرى عظمى مثل الصين وروسيا، يعني هي تريد ان تكون لها فرصه سانحه ان تدخل الى المنطقه. لذلك اعتقد وفق هذه التصورات
لن يكون بمقدور الكيان الصهيوني ضرب أهداف داخل العراق أو داخل الجمهورية الإسلامية. لذلك تحاول أطراف دولية إلى احتواء الصراع، ومن ثم قد تكون هي بداية هدنة. هذا ما نأمله أو تأمله أيضا حتى فصائل المقاومة العراقية وحتى الحكومة العراقية وحتى بقية محور المقاومة إلى التأدية مع لبنان ومع فلسطين. وبالتالي لا يمكن الآن ما يصرحون به الصهاينة هي مجرد تصريحات جوفاء ليس لها من الواقع بشيء. أنه لا يمكن أن تتوسع دائرة الصراع أو تنجر الولايات المتحدة الأمريكية إلى صراع ربما لن تسيطر على نهاياته مثل ما تشتهي الولايات المتحدة الأمريكية ومثل ما يشتهي الكيان الصهيوني. هنالك الآن وسائل ردع وهنالك تكنولوجيا لدى محور المقاومة باستطاعتها ضرب أهداف داخل الكيان الصهيوني. واعتقد الجمهورية الإسلامية يعني حذرت تحذير شديد اللهجة للكيان الصهيوني بأن أي ضرب إلى داخل الجمهورية الإسلامية سيجابه برد أكبر وأشمل، سوف يشمل البنية التحتية لدى الكيان الصهيوني. نعم. أعتقد هذا واضح. نعم سيد رياض، خليني اخذ اخر تعقيب من استاذ هيثم السبتي على كلام استاذ رياض. الكيان الصهيوني الولايات المتحده الامريكيه تدرك خطوره قصف العراق او قصف ايران، وتدري بتداعياتها راح يكون تداعيات سلبيه، فبالتالي راح يردعها او يمنعها من تضرب مواقع داخل العراق. طبعا بالتاكيد اليوم الكيان الصهيوني او الولايات المتحده الامريكيه حلف استراتيجي كما معلوم لدى الجميع، ولكن لا اعتقد هنالك مانع بضرب او قصف مواقع داخل العراق او قصف الجمهوريه الاسلاميه، لان اعتقد السلاح الجوي الاسرائيلي والامريكي سلاح مسيطر على الاجواء العراقيه واجواء في الشرق الاوسط. ولكن احنا اليوم يجب علينا ان تدارك هذا الموقف ولا نحتوي الازمه، وان نكون ذات خطاب معتدل وذات خطاب الى التهدئه وتجنب الحرب وتجنب الصراعات الاقليميه وتجنب ان نضع في موقع حساس وموقع اقتصادي سيء جدا للغايه. فصائل المقاومه لديها الاستعداد الكافي للضرب ولديها الاستعداد الكافي للردع، ولكن اليوم احنا كدولة عراقية وكرأي دبلوماسي احتواء الأزمة أفضل من دوامة الحروب ودوامة الصراعات. فأعتقد اليوم رأي الدولة العراقية سيكون مغاير في الأيام القادمة نحو التهدئة ونحو ضبط النفس. آخر دقيقة أستاذ هيثم، انطيني مشهد مستقبلي. أستاذ رياض قال هاي بداية الاحتواء، بداية الهدنة، بأنه الردع هو يخلي العدو يخوف من الوطأة مالته. رأيك هل احنا راح ندخل بهدنة، ندخل باحتواء، أم احنا متجهين للتصعيد؟ إن بقي الحال على هذه الصراعات وعلى هذه البيانات وهذه الاستنكارات فالمنطقة متجهة نحو التصعيد ومتجهة نحو الحرب الشاملة. نعم، إذا احنا متجهين ممكن للحرب الشاملة، لكن الشرق الأوسط شنو اللي ممكن يحتوي هذا الشيء؟ التهدئة والبيانات والمنطق العقلاني ورأي الدبلوماسي. هل هو مسؤولية العراق وحده؟ لا، ليس للعراق وحده، العراق جزء من هذه المسؤولية والعراق جزء من هذا الواقع اللي موجود. كرأي حكومة أن يتدخل ويأتي بأطراف وسيطة عالمية ودولية لحل هذه الصراعات وحل هذه الأزمات، وأن يتجنب هذا الصراع الإقليمي اللي موجود، وأن نتحلى بالحكمة والتهدئة ولملمة الأمور وعدم الانجراع وراء الصراعات الإقليمية والحروب الشاملة القادمة. نعم، وهذا ما نتمناه. السيد هيثم السبتي، سياسي عربي، أشكرك جزيل الشكر لانضمامك إلينا وشكرا لتلبية الدعوة. أيضا الشكر موصول لك سيد رياض الوحيلي، باحث في الشأن السياسي، كنت معنا عبر تقنية السكايب من العاصمة بغداد. نتمنى أن يتجنب العراق الدخول في هذه الصراعات الإقليمية اللي ما لها نهاية. الشعب العراقي بالتالي تعب وعانى ما عانى، والله يكون بعون بقية الشعوب فيما يخص هذه الحرب اللي ما نعرف نهايتها شنو، لكن أكيد نتمنى الخير للجميع. مستمرين معكم في حلقاتنا القادمة مشاهدين الكرام. أيضا الشكر موصول إليكم، تحياتي وتحيات فريق العمل. التقيكم في الحلقة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى اللقاء.